السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا مع بعضينا نعمل بديل الرز البسمتي واليخني اليخني بصلصة الفراخ المشوية أو بصوص الفراخ المشوية. لو عايزة تعرف المقادير وطريقة التحضير تابعيني على قناة قدورة فود، قدورة بالعربي وفود بالإنجليش، نوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الإيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ناس كتير قالوا لي ايه غيري المقدمه، في احلى من مقدمه ان انت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في اجمل من كده مقدمه؟ قولوا لي انتوا كان في، قولوا لي انتوا كان في اجمل من المقدمه دي؟ انا اغيرها، انا على استعداد اغيرها. طب بصوا يا حبايبي، نخش في الايه، في التفاصيل. انا كنت عامله محشي وفراخ مشويه. الصوص بتاعي الفراخ بتاعتي ما يتفوتش، لا يتفوت ولا يترمي. طبعا انا ما برميهوش. هعمل على الصوص ده احلى يخني من غير لا لحمه ولا فراخ. معايا كده قرنين فلفل، كلها حاجات من التلاجة، ما اشتريتش غير الفلفل بس، اللي حتى الكوسه باينه ان هي يعني دبلانه، مش البطاطس من البيت، بطاطسايه واحده، جزرتين، 3 عيدان كده، بصل، حبايه فلفل حامي، ليمونتين، واربع او 5 قطيات وبتنجانيه كده، ونعمل احلى يخني. هنقطع الخضار ونعمل احلى يخني مع بعض. انا ما حبيتش ان انا ادوشك بتقطيع الخضار لانه تقطيع عشوائي. اليخني اساسه يا جماعه مجموعه خضروات مع لحمه او فراخ، هو الاصل بتاعه لحمه. لكن انا النهارده هعمله من غير حاجه، هحطه على الصوص بتاع الشوي. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ الصوص ده في كل البهارات اللي تتخيليها، وفي كمان باربيكيو، وفي مستردة، وفي كاتشب، وفي مايونيز. ده يترمي بالله عليكم. وفي اللهم صل على سيدنا محمد. ادي الخضار اهو اللي قطعته كله، اللي هو الايه، الكوسه بس عملتها متحمله شويه يعني تخينه، والبتنجان حملته شويه، لكن الايه، البطاطس والجزر مع قطعتهم رفيعين. وطبعا ايه، البصل الاخضر قطعته برده ايه، رفيع. تمام كده، هقلبهم على بعض كده اهو. بصوا، ده بالنسبه لايه، للصوصات اللي في قلب الايه، الصوص اللي في قلب صوص الفراخ ده. كمان في ايه كمان؟ في اللهم صل على سيدنا محمد، في روزميري، زعتر، بابريكا، ملح، فلفل، بهارات فراخ، بهارات مشكله، كبابه صيني. انا بحط فيه كمان معلقه عسل نحل. صوص الفراخ بتاعي زي ما قلت لك ما يتفوتش، ما يتفوتش ابدا. اهو كده. انا بس هظبط له بس شويه ايه، الملح وشويه الفلفل الاسمر، هزود له يعني ملح فلفل اسمر عشان اضمن ايه. واحط له برده قالب يعني شويه مرقه كده، مرقه فوريه. ودي اختياري يا جماعه، دي اختياري. هحط شعره قرفه، بتفرق جدا جدا في صينيه البطاطس. بصي، شعره صغننه خالص خالص خالص، حاجه لا تذكر. وهحط برضو زيها كزبره شعره، معلقه الايه، المعلقه اللي عندي بتاعت الجيلاتي دي صغننه جدا، شايفه؟ هحط دي بس، هملاها بابريكا عشان انا مش حاطه ايه، وهجدد شويه ملح عشان مش حاطه قوطه، يعني مش حاطه صلصه. هجدد شويه الايه، الفلفل تاني. هحط فلفل كده وهقلب كويس قوي. هحط ال5 قطيات معاهم كده اهو. شايفه كده؟ شايفه منظر الالوان؟ شايفه منظرها عامله ازاي؟ تحفه يا جماعه، تحفه. شايفه منظره؟ بصي عامل ازاي؟ شايفه اهو؟ بص المنظر عامل ازاي، بص منظر اليخني عامل ازاي. وانا عندي هنا كده هحط القوطه هنا على الوش كده. عندي حاجه بقى هتقلب كيان الايه، اليخني ده او معلقتين ليا كده انا بشرهم، هحطهم دول بقى كانك انت عاملاها مش بلحمه، لحمه ضاني كمان اهو كده. هحط ايه، معلقتين ليا مبشورين على اليخني دوت. وكل احلى يخني في الايه، في الدنيا، من غير ولا لحمه ولا فراخ، وطعمه ولا اروع، طعمه ولا اروع يا جماعه. اهو كده. بس انا مستنيه في الاخر خالص ابقى امسحه اهو. بصي شايفه؟ بصي المنظر، شايفه منظر اليخني؟ شايفه الوانه؟ في الوانه مجمعها. بصي شايفه اهو كده.
وهحط عليه شوية شوربة. عندي شوربة فراخ كده، هحط عليه ما يقرب يعني من كوباية مش كتير، اغطيه وادخله الفرن في الارضية الاول، وبعد كده فين في شايفة المنظر بقى كده، بصي شايفة اسويه كده عشان كله يشرب من من بعضه كده، وتغطيه بفويل، تغطيه انا عندي هنا حاجة على قد يعني عندي غطا ستانلس على قد اليخن ده، الطاجن ده. فانا هجيب عندي كده كوبايه شوربه اهي، احط عليها برضو شويه ميه عاديه بارده، مش ميه بس كده، يعني كلهم كده يعملوا كوبايه ونص اهو. على ما هيشرب شويه الميه دول مع الشوربه هيكون تمام، هيكون تمام تمام تمام. وشايفين حبهان دي جميله جدا برضه، هحطها كده من الشوربه، جميله شكلها جميل جدا. بصي المنظر، بصي بقى المنظر، ولا تقولي لي بقى لحمه ولا تقولي لي فراخ. حبه معلقتين اللي هي دول هيظبطوا الدنيا عندك تمام اهو كده. هدخله في الفرن وهوريهولك بعد ما يطلع ان شاء الله. لما اليخني بتاعنا يستوي هنعمل كده بديل الرز جنبه، هو الشعريه ولسان عصفور. معايا كده انا هعمل، انت اعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا هعمل مثلا نص كوبايه شعريه عليها نص كوبايه لسان عصفور، هحمرهم كاني بعمل رز بالظبط. هحمرهم لحد ما ياخدوا لون، وهسقيهم بالميه بتاعتهم والشوربه لو عندك، او ماجي زي ما انا هعمل، لان انا هستعمل الشوربه في هنا حله فيها شوربه اهي، هوريكم اعمل بيها دلوقتي مع بعضينا. ودلوقتي يا حبايبي خد لون حلو قوي قوي، هحط عليه ميه بتغلي على طول كده اهو، زي ما شايفه كده اهو كده، وهسيبه لما يشرب الميه دي تماما. بس باختياري انا بحب احط عليه، بصي يعني جزء بودرة زعفران، انا بحبها جدا جدا عشان احس ان انا باكل كمان جنبيها رز بسمتي. هحط له كمان معلقه اللهم صل على سيدنا محمد، معلقه ماجي بودر كبيره كده عشان تديله طعم. وهشوف الملح اذا كان يحتاج ملح تاني هحط له. شايفه اللون بقى جميل ازاي؟ انا حابه يبقى كده يديني اللون الاصفر دوت، عشان ده بديل الرز، ده بديل الرز البسمتي. وهتسيبيه لما يشرب ميته خالص ويبقى مفلفل واحلى من الرز كمان. هحط له كمان شويه فلفل صغيرين قوي كده، وهسيبه لما لما يشرب ميته تماما. بصوا حبايبي لسه فيه قرشه بسيطه قوي قوي اهو، على ما يشرب شويه الشوربه دول اللي فيه هيبقى زي الفل. بصي انا موطيه النار ازاي، النار تكاد تكون مش باينه، بصوا النار هاديه جدا جدا جدا. اول ما يشرب ويبقى فيه شويه صوص صغيرين قوي قوي، سيبيه كده على نار هاديه خالص خالص. يا حبايبي انا عملت الرز واليخني في قلب الفرن. كوبايه الشوربه دي او نص، هي تقريبا كوبايه بالظبط. هعمل بيها دي ماجي بودر، دي ماجي بودر. هعمل بيها هعمل بيها اللهم صل على سيدنا محمد معلقه طبق ملوخيه صغير كده على قد دي، ماشي، متعوض بواحده بس. حطيت الماجي بودر، هحط كمان الكزبره اهي، بصي معلقه كزبره صغيره، ومعلقه توم اللي احنا مفرزينه مع بعض، معلقه توم. بصوا الجمال، بصوا ولا اسمر ولا اسود ولا اي حاجه خالص. انا بموت في الملوخيه الناشفه، وكنت زمان اقول لاولادي عايزين ملوخيه خضراء يا ماما، اقول لهم لسه ما طلعتش، الحب فيها بصراحه بتنجز عن التانيه مخرطه وتخريط وشغلانه. فكنت اضحك على اولادي اقول لهم الملوخيه الخضراء لسه ما طلعتش، لان بحب الملوخيه الناشفه جدا. حطيت هنا ماجي بودر او ماجي عادي واختياري، وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد كزبره، معلقه كزبره صغيره ومعلقه توم صغيره او نص معلقه توم، تمام كده. هحط هنا بقى الملوخيه الناشفه، انا بحب اديها ضربه كده في الخلاط. شايفين لونها عامله ازاي؟ لونها رائع، لونها جميل جدا. وطبعا اللي هيميز ملوخيتك ولون ملوخيتك رشه السكر، بتخلي الملوخيه رائعه. شايفه لونها، شايفه منظرها، عملتها قبل كده في القناه معاكم
بس قلت ايه اعملها برضو معاكي كده اهي، جميله جدا. وفي ناس يا جماعه بيحبوها من غير طشه، لكن انا هطشها معاكي ان شاء الله. حبايبي حط معلقه سمنه بلدي كبيره كده، وحطيت توم وكزبره، والنار زي ما انت شايفه كده هاديه علشان نطش الايه الملوخيه. ودلوقتي يا حبايبي التومه خدت اللون الرائع دوت، وهننزلها على الملوخيه. هي ما عملتش تشي ليه؟ اقول لك انا ليه؟ الملوخيه بردت، عاملينها عنها ايه شويه. طيب واليخني بتاعنا استوى، كل حاجه فيه رائعه، كل حاجه فيه مستويه، كل حاجه فيه جميله. انا بجيب بس معلقه، بصي البطاطس، بصي الكوسه، بصي البتنجان، كل حاجه فيه استوت. والملوخيه الرائعه الجميله، وبديل الرز. عايزاكي بس تشوفي المنظر، بصي كانه رز بسمتي. انت لو مش عارفه مني ان ده شعريه ولسان عصفور هتفتكريه رز ايه بسمتي. بصي الجمال، بصي شايفه المنظر، كل حاجه فيه استوت. بصي الكوسه، بصي القوطه، كل حاجه فيه استوت وبقت جميله. بصي المنظر، شايفه المنظر، بصي المنظر، بصي شايفه المنظر. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. عايزه اقولك لما انا قبل ما ادخله الفرن عملت ايه؟ عصرت عليه ليمونتين، فوديته في حته تانية خالص. وديته في حته تانية ايه خالص. الليمونتين اللي انا عصرتهم وديت الايه الاكله في حته تانية ايه خالص. وعايزه اقولك ان انا بعمل نفس الاكله من الصلصه بتاعت السجق. لما يفيد عندي صلصه سجق بعمل نفس اللي انا عملته ده بالظبط. يا صينيه كوسه، يا صينيه بطاطس، يا يخني زي ده كده على الصلصه بتاعت ايه السجق. واهو قضينا يوم مما لا فيش، كل حاجه من البيت. وزي ما قلت لك لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد. السلام عليكم ورحمه الله.